يا مساء الفل أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من نشرة هوليود الأسبوعية. بما إننا بقينا رسميا في النص التاني من 2026 والسينما والمنصات ما بيرحموش ومجهزين لينا قنابل سينمائية هتروق علينا في الشهور اللي جاية، جمعت لكم النهاردة في نشرتنا لستة بأقوى وأضخم 10 أفلام ومسلسلات منتظرة ومستنيينها بفارغ الصبر من هنا لحد آخر السنة. لستة من العيار التقيل، فيها أكشن هيحبس أنفاسك ورعب تكنولوجي وتاريخي هيعمل لك كوابيس وملاحم أسطورية هتقفل السنة دي في حتة تانية خالص. جهزوا الفشار واربطوا الأحزمة ويلا بينا نخش في التفاصيل. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بفيلم الأكشن والجريمة والإثارة المنتظر ميوتني، واللي هيتعرض يوم 21 أغسطس الجاي. قصة الفيلم بتبدأ بجريمة كبيرة لما بيتم اغتيال رجل أعمال ملياردير قدام عيون الحارس الشخصي بتاعه كوريت، وبدل ما بيدوروا على القاتل بيتم تلفيق التهمة الكل وبيلاقي نفسه هو المتهم الأول. ومن هنا بتبدأ رحلة هروب ومطاردة شرسة بيتحول فيها من هارب لمنتقم وبيكتشف مؤامرة دولية مرعبة. وريتم الأكشن بيعلى لما بيتحصر جوه سفينة شحن عملاقة وبيدخل في مواجهة وقتال شوارع ضد عصابة من البلطجية علشان يثبت براءته ويوصل للحقيقة. الفيلم عبارة عن وجبة أكشن صافي وضرب نار ما بيرحمش ومطاردات سريعة على طريقة جيسون ستاثام المعتمدة اللي هتحبس أنفاسك من أول دقيقة لآخر دقيقة. وفي المركز التاسع جه معانا الموسم الثاني من مسلسل الجريمة والدراما القوي جدا موبلاند، واللي هيتعرض يوم 18 سبتمبر الجاي على منصة بارامونت بلس. القصة بتدخل بينا في كواليس عالم المافيا وتحديدا مع عائلة هاريجان واللي بتدير أكبر إمبراطورية إجرامية في شمال لندن. العيلة دي بتوصل لقمة الانقسام وبتبقى على شفا حرب أهلية داخلية طاحنة بسبب الصراع على السلطة. والموضوع ده بيلفت نظر العائلات المنافسة اللي بتبدأ تتحرك علشان تهد الإمبراطورية دي وتسيطر على مكانها. وفي وسط ضرب النار والمعمعة دي بيظهر هاريدا سوزا، وده هو المخلص بتاع العيلة وهو الراجل الوحيد الذكي اللي بيحاول يلم الشمل ويمنع العيلة دي من الانهيار وسط الخيانة وتضارب المصالح. المسلسل كله عبارة عن صراع نفوذ ومبارزة تمثيلية مرعبة بين عمالقة زي توم هاردي وبيرس بروسنان وسط أجواء سوداوية هتقعدك على أعصابك. وفي المركز الثامن معانا الفيلم الكوري اللي واخد توليفة مرعبة من الأكشن والرعب والغموض هوب، واللي هيتعرض يوم 9 سبتمبر الجاي. القصة هنا مرعبة ومثيرة جدا، بتدور في قرية صيادين معزولة وهادية لحد ما بيظهر فيها فيروس أو مسخ غامض ومجهول ملوش أي تفسير طبي أو علمي، ومجرد ما بينتشر بيبدأ يدمر سكان القرية وبيواجهوا بيحارب الموت كل دقيقة. الأمور بتولع أكتر لما الحكومة بتقرر تقفل البلدة دي تماما وتعزلها عن العالم علشان التهديد ده ما يخرجش براها، فبيلاقي السكان نفسهم محبوسين في مطحنة ومواجهة انتحارية ضد كائن مرعب علشان يحموا عيالهم وينقذوا نفسهم من الإبادة. الفيلم عبارة عن كابوس مرعب وصراع دموي يائس من أجل البقاء وميكس خيال علمي سايكو هيعمل لك قلق نفسي بسبب غموض التهديد اللي السكان بيواجهوه. أما المركز السابع فمعانا فيلم الأكشن والجريمة والإثارة موتور سيتي، واللي هيتعرض يوم 24 يوليو. القصة بترجع بينا لمدينة ديترويت في فترة السبعينات وبتدور حوالين جون ميلر، وهو راجل بسيط من الطبقة العاملة بيقع في حب البنت الغلط حبيبة راجل عصابات وبلطجي خطير في المدينة. وعلشان ينتقم منه رجل العصابات ده بيلفق لجون تهمة كبيرة ويدخله السجن ويدمر حياته تماما. وبعد سنين طويلة ورا القضبان بيخرج جون للدنيا وهو مفيش في دماغه غير فكرة واحدة بس، الانتقام الأعمى من العصابة دي وتدمير الراجل اللي سرق منه حبيبته وحريته. الفيلم عبارة عن ملحمة انتقام أعمى ودموية ورحلة ثأر كلاسيكية كاسرة مش هتهدى غير لما بتهدي إمبراطورية العصابة دي بالكامل على دماغ اللي فيها. أما المركز السادس فجه معانا فيلم الأنيميشن والكوميديا العائلي المنتظر The Angry Birds Movie 3، واللي هيتعرض في ديسمبر الجاي. المرة دي القصة بتاخدنا لتحدي جديد ومختلف تماما بالنسبة لريد، لأن أكبر وأصعب مواجهة هياخدها في الجزء ده مش هتكون ضد الخنازير الخضر، لا ده التحدي المرعب هو إنه هيتعلم إزاي يكون أب متحمل المسؤولية وفي نفس الوقت يوفق ما بين تربية أولاده ومهمته الانتحارية لإنقاذ العالم من خطر جديد بيهدد الكل. الفيلم بيقدم جرعة كوميديا عائلية خفيفة وصاخبة ومغامرة بصرية سريعة جدا هتخليك تضحك من قلبك مع التويستات والمفاجآت الصوتية اللي مجهزها كاست النجوم. الفيلم بيضم لستة أداء صوتي مليانة نجوم ومشاهير مكسرين الدنيا، على رأسهم جيسون سودكس وجوش جات ومعاهم اليوتيوبر الشهير مستر بيست.
وفي المركز الخامس معانا فيلم الرعب والخيال العلمي والإثارة سولوميت. القصة بتبدأ مع راجل بيعيش حالة حزن واكتئاب شديدة بعد وفاة مراته، وعلشان يقدر يتخطى الصدمة دي بيقرر يشتري روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي علشان يملى الفراغ اللي سابته مراته. وفي محاولة منه لتعديل الروبوت ده علشان يخليه يمتلك مشاعر حقيقية ووعي كامل ويبقى شريك حياة بجد، بيغلط غلطة عمره، وبيحول الروبوت ده من مجرد آلة حب أليفة وغير مؤذية لتوأم روح قاتل ومرعب بيهدد حياته وحياة كل اللي حواليه. الفيلم بيلعب على الرعب النفسي والتكنولوجي، وبيقدم صراع مرعب ومجنون بين هوس الإنسان بالعاطفة وجحيم الآلة لما تفقد السيطرة وتتحول لقاتل ذكي. أما المركز الرابع معنا فيلم الرعب والدراما المنتظر بشدة وير وولف، واللي هيتعرض يوم 25 ديسمبر الجاي. القصة بترجع بينا بالزمن لإنجلترا في القرن ال 13، وبتدور حوالين مزارع غلبان بتصيبه لعنة قديمة ومرعبة بتبدأ تحوله بالتدريج لوحش مستذئب كاسر ومفترس. وفي نفس الوقت بتعيش البلدة كلها حالة من الرعب والفزع بسبب الوحش الجعان ده اللي بيبدأ يطارد السكان. وبيلاقي الراجل نفسه في صراع درامي ومرعب علشان يحمي عيلته من الخطر المحتوم وعلشان يحمي جيرانه من الوحش اللي جواه هو شخصيا. الفيلم عبارة عن لوحة رعب تاريخية وسوداوية ونفسية حابسة للأنفاس، وصراع سيكوباتي ومأساوي بين إنسانية الراجل ده والوحش الجعان اللي جواه اللي ما بيرحمش. وفي المركز الثالث معنا فيلم الكوميديا والجريمة إيديوتس، واللي هيتعرض يوم 28 أغسطس الجاي. القصة بتتكلم عن 2 سواقين حياتهم متدمرة وواصلين للقاع، بتجيلهم فرصة شغلانة سهلة جدا في الظاهر، وهي إنهم ينقلوا مراهق من عيلة غنية لمركز إعادة تأهيل ومصحة علاج إدمان. لكن الشغلانة البسيطة دي بتتحول لكارثة ومصيبة سودة، لأن الراكب المراهق ده بيشقلب كل خططه وبيسحلهم معاه في رحلة مجنونة ومليانة فوضى ومخدرات وجريمة ومطاردات مع عصابات، وبيلاقوا نفسهم في خطر حقيقي بسبب غبائهم وغباء الراكب اللي معاهم. الفيلم عبارة عن رحلة جنونية من الكوميديا السوداء والمصايب السريعة اللي بتجر بعضها، وهيدخلك في دوامة ضحك وجريمة مش هتعرف هتنتهي بيهم على فين. أما المركز التاني معنا فيلم المغامرة والفانتازيا العائلي ذا ماجيك فار أواي 3، واللي هيتعرض يوم 21 أغسطس الجاي. القصة بتبدأ مع عائلة عصرية بتمر بمشاكل وتفكك في علاقتهم، فبيقرروا يسيبوا المدينة وينقلوا للعيش في الريف الهادي. وهناك ولادهم بيكتشفوا شجرة سحرية وغامضة عايش فيها كائنات غريبة ومضحكة جدا، والشجرة دي بتطلع عبارة عن بوابة بتنقلهم لعوالم وخيالات أسطورية مذهلة. ومن خلال المغامرات والمخاطر اللي بيخوضوها مع بعض جوه العوالم دي بتبدأ العيلة دي تتقارب تاني وتتصلح العلاقات المكسورة بينهم. الفيلم عبارة عن وجبة فانتازيا بصرية ساحرة ومغامرة عائلية دافية وممتعة جدا، هتاخدك لعوالم خيالية وهتفصلك تماما عن الواقع. وفي المركز الأول والمتربع على قمة الليستة الحدث السينمائي الأضخم والمنتظر من ملايين المشاهدين حوالين العالم، الجزء الثالث من الملحمة الأسطورية دون، واللي هيقفل السنة بضربة قاضية يوم 18 ديسمبر الجاي. القصة بتكمل معانا الصعود الأسطوري للإمبراطور بول أدريدس، لكن المرة دي بيلاقي نفسه في مواجهة العواقب المرعبة والدموية للحرب المقدسة اللي بدأت باسمه واجتاحت المجرة كلها. وفي نفس الوقت اللي بيحاول فيه يسيطر على الفوضى دي بتبدأ تظهر مؤامرات سياسية وخيانات قذرة من أقرب الناس ليه وجوه دايرة نفوذه، وكل ده بيهدد عرشه وسيطرته على الكون وبيحطه في صراع مرعب علشان يحمي المستقبل. الفيلم هو الحدث السينمائي الأضخم وملحمة أسطورية حابسة للأنفاس، هتقدم لك صراع سياسي وفلسفي ومعارك بصرية عملاقة هتقفل السنة دي في حتة تانية خالص. وبكده نكون وصلنا لنهاية نشرتنا الأسبوعية، واستعرضنا مع بعض أشرس 10 قنابل سينمائية وتلفزيونية هتشقلب الدنيا في هوليود من هنا لآخر السنة. يا ريت بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتس، إيه أكتر فيلم أو مسلسل مستنيينه من الليستة دي على نار؟ وطبعا لو عجبتكم حلقة النهاردة يا ريت ما تنسوش دعمي باللايك المتين والشير الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم نشرة هوليود الأسبوعية أول بأول. واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية.